السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبايب قلب التوينز في كل زمان وفي كل مكان. وحشتونا جدا. أهلا وسهلا بيكم. معاكم مؤمن مصطفى، ودي قناتكم اللي بنقول فيها الرأي والرأي الآخر. دايما بنختلف في التحليل لكن بنتفق في حب النادي الأهلي. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، موضوع مقسم لجزئين يعني. أول موضوع معانا أو الموضوع الأساسي بتاعنا هو إصابة ثلاثي خط الدفاع بتاعنا، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، ومحمد شكري. واحد يقول لك احنا لسه في بدايه موسم، ازاي الثلاثي ده يتصاب؟ لسه بنقول بسم الله. اه لسه بنقول بسم الله. لقيت في اصابات. الاصابات بقى خش بقى بص بقى الاصابات بقى واقفه كده مستناه. في احسن لعيبه في افريقيا. في روح وفي انسجام. بادئين الموسم كويس. تعالوا بقى خش بقى. خش لعنه عليه. الاصابات تحل على دفاع الاهلي. هي دي مقدمه. ثلاثة متصابين، منهم 2 مساكين وواحد باك شمال. طيب الاصابات سببها ايه؟ هو ده اللي هنتكلم عليه النهارده، وهنتكلم عن مين افضل البدائل اللي تشارك بدل الاثنين دول. طيب خليني اقول لك ان مين المصابين. ياسر ابراهيم عنده تمزق في عضله الفخذ اليسرى، وياسين مرعي عنده شد في العضله الخلفيه. يبدلوا بقى في تبديل بقى، يعني الاصابات متنوعه. انت معاك ايه؟ انت معاك اصابه في التمزق. تعالى بقى انا همسك الخلفيه. الخلفيات بقى ايه، والتمزق عمال ايه يلعب مع الاهلي. والاماميات تمام. يبقى كده ياسر ابراهيم تمزق في عضله الفخذ اليسرى، ياسين مرعي شد في عضله الخلفيه، ومحمد شكري شد في الاماميه. تمام. طيب ايه سبب الاصابات؟ انت لو بصيت هتلاقي ان الثلاثي ده الاصابات عضليه. طيب اذا يبقى في حاجه غلط في مخطط الاحمال. مخطط الاحمال يا جماعه ماشي غلط. في حمل زياده على اللعيبه، مع مش بيعمل تدريباته البدنيه او المجهود البدني بتاع اللعيبه مش مقسمها صح. عنده مشكله في توزيع الكتل العضليه او الاهتمام بالكتل العضليه بتاعت اللعيبه. اولا التمرين الصبح في الجو الحر ده هو ده ممكن يبقى سبب كبير في يعمل لك اجهاد عضلي عند اللعيبه. لازم نبص في الحته دي. لازم تبص ان كل لاعب، الله يمسيه بالخير، كولر كان جايب المعد البدني بتاعه، كان معلم. ازاي كان معلم؟ كان عامل لكل لاعب قياسات بدنيه لوحده، وكل لاعب بيوزع له مجهوده في التمرين. يعني واحد زي محمود متولي ده كان مع كولر، كان مخطط الاحمال عامل له برنامج خاص بيه عشان خاطر عضلاته. فاذا انت كمخطط احمال عملت دراسات بدنيه لكل لاعب، اشك انت عارف العضلات بتاعت كل لاعيبه تستحمل قد ايه مجهود في الملعب. اشك ليه؟ لان ده تهريج. يعني ياسر ابراهيم ما لعبش غير اول ماتش بتاع مودرن سبورت، تمام، وخش على التمزق على طول. طب التمزق منين وهو ماتش واحد؟ واحد زي محمد شكري لعب شوط واحد بس قدام مودرن سبورت. يا راجل يا مؤمن، لعب شوط واحد بس وبدلته بدل كريم فؤاد. شوط واحد بس يجيب له شد في الاماميه. في حاجه غلط، في حمل زياده على اللعيبه. مفيش تنظيم في القياسات البدنيه. مفيش نظام، مفيش سيستم ثابت في التدريبات البدنيه. في واضح ان في حمل زياده على اللعيبه، في مجهود زياده. انا ما اعرفش، احنا ما بنفهمش احنا حاجه في المعد البدني ولا القياسات البدنيه ولا الكلام ده. لكن من المنطق كل حاجه بتبان. كل اللعيبه دي اتصابت في وقت واحد. ليه؟ في حاجه غلط. وكمان اللعيبه ما بتلعبش، ما بتشاركش. اما لو شاركت تمام، فانت لازم تهتم بالقياسات البدنيه بتاعت كل لعيبه. لازم تخلي بالك من الحمل البدني بتاع التمرين. ما هو انت برضه بتعامل بشر مش روبوتس، فانت لازم تقسم المجهود البدني بتاع التمرين صح. لازم تلغي فكره التمرين بتاع الصبح دي في الصيف دي نهائي، وتلعب على التمرين المسائي، المواعيد المسائيه. فخطأ كبير جدا من المعد البدني. حاجات باينه وواضحه جدا، اصابات كلها عضليه واجهادات كلها عضليه بدون ادنى داعي. لازم نعيد النظر. لازم معد البدني الفريق يعيد النظر الفريق في مجهود اللعيبه، يا اما كده هنخسر نص اللعيبه. نخش على الموضوع التاني معانا، وهو نشوف بقى الحلول. ماذا بعد اصابات متتاليه لخط دفاع الاهلي؟ طيب ماذا بعد؟ مش هنقعد نبكي على اللبن المسكوب. لازم نمسك بقى ايه بدايل، ونشوف مين الاجهز الفتره الجايه، مين اللي يقدر بقى يشيل الدفاع الفتره الجايه. والحمد لله ان الاصابات دي جت في الدفاع. الحمد لله، ربنا يستر، ما فيش حاجه تمس الهجوم. الحته اللي قدام دي، الحته دي باللمس، والله العظيم الحته دي ما ينفعش تتلمس. املنا في ربنا سبحانه وتعالى. ثم الخط الامامي من امام بقى، من زيزو، من بن شرقي،
من محمد شريف، من اليو ديانج. الناس دي ما حدش يمسها خالص بسوق، ودول لازم يتعمل لهم برنامج خاص بيهم كده، والله العظيم ما بهزر. دول كده لازم ايه، يخشوا في تقسيمه لوحدهم يلعبوا مع نفسهم، او نشوف لهم نادي بقى، يعني نشوف لهم اصلا ملعب غير التتش. طيب ماذا بعد اصابات الاهلي المتتاليه في خط الدفاع؟ عندنا ماتش مهم مع غزل المحله. طيب الماتش ده حاليا مين الاجهز؟ احنا عرفنا خلاص ان ياسين مرعي مع السلامه، ياسر ابراهيم مع السلامه، ومحمد شكري مع السلامه. طيب ومحمد هاني طبعا. مين الاجهز لقياده الجبهه الدفاعيه؟ احنا من وجهه نظرنا، او مش من وجهه نظرنا، احنا من وجهه نظر اي حد، خلاص مفيش حاجه قدامنا غير ان احنا نعتمد على بيكهام. بالمناسبه معرفش ليه ريفيرو يعني قارش مرحه بيكهام شويه، معرفش ليه. مش عارف، بيكهام ما بيسمعش الكلام، ما بينفذش التعليمات، مش عارف، اخلاقه في التمارين مش قد كده، البدني بتاعه مش قد كده، معرفش. بيكهام مدافع سوبر يا جماعه، سوبر، واحنا ذات نفسنا مين اللي يلعب مع ياسين مرعي اساسي؟ بيكهام. بيكهام الاثنين حريفه كوره، الاثنين حريفه كوره. ياسر ابراهيم واشرف داري عندهم الحته العفياجيه شويه، بس هو واضح ان الراجل بيميل لحته ايه، واحد يلعب كوره حلوه والتاني قوي في الالتحامات، فهو بيحب ينوع، ما بيحبش يحط الاثنين نفس المستوى. بس ده فكره عقيم يعني، مع ان مفيش الكلام ده بره خالص، مفيش الكلام ده بره، فاهم؟ عندك فان دايك، وعندك المدافع التاني مش فاكر اسمه اللي بيلعب معاه، كوناتي. الاثنين اصلا ايه، الاثنين جتت وبطاء وحاجه، بص، وبيلعبهم الراجل اساسي. فأمن الصوت اصلا ليه تفكير خاص. فاحنا من وجهه نظرنا الحل الامثل لقياده الجبهه الدفاعيه للنادي الاهلي الفتره الجايه وفي الماتش الجاي هو بيكهام مع اشرف داري. ما تقوليش بقى مش مقتنعه، ما فيش وقت للاقتناع يا جماعه، معلش، ما في للاسف. لو كان عندنا خالد عبد الفتاح قبل ما يمشي كان ممكن المدرب يفكر فيه شويه. لا، عندك بدائل تانية، بس بقى انت كده هتخش في هتقلل في المستوى بقى، زي واحد زي مصطفى العش واحمد عابدين. عندك اتنين اهو، بس دول مش في نفس امكانيات اللعيبه السكواد الاساسي بتاعك يعني واحد زي مصطفى العش وزي واحد زي احمد عابدين. مصطفى العش ما عندوش ميزه في خروج بالكوره قوي، والالتحامات القويه البدنيه بتاعته مش زي اكيد بيكهام ولا اشرف داري ولا الناس دول، فانت هتبدا بقى تنزل في الجو. هو ناشف العش ناشف، لكن مش زي كورته مش حلوه قوي زي اشرف وبيكهام. حلو، فانت لازم تعتمد على اشرف وبيكهام لحد ما نشوف حل لموضوع البدني ده ومخطط الاحمال ومعد البدني. ما حدش فاهم حاجه، لازم حاجه تتظبط، لازم شويه، لازم يغيروا ميعاد التمرين، لازم يبقى في خوف شويه على لعيبتنا يا جماعه. احنا داخلين على فتره مهمه، والاصابات اللي في اول موسم دي مش حلوه وبتفكرنا بمواسم معفنه، ماشي؟ مواسم الاصابات، مواسم مستشفيات، مع متولي بقى والناس دي. مش عايزين نخش في منافسه ان لاعب مثلا يقعد لك موسم كامل عمال يكسب اصابات عضليه. على فكره يا جماعه اشرف داري جاله ثقل. يعني ايه ثقل؟ يعني حس بتقل كده في العضله الخلفيه، بس الحمد لله ربنا سترها وشارك في التمرين امبارح كمان اشرف داري. ففي غلط، في حاجه غلط في المعد البدني يا جدعان. المعد البدني بيعمل كوارث. الراجل ده شكله مش القيمه بتاعته او الدراسه بتاعته مش عاليه، مش كفء. فربنا يستر، ربنا يستر من الراجل ده، لان احنا كده في حاجه غلط. فالحل البديل لخط الدفاع هو اشرف داري وبيكهام ان شاء الله قصاد غزل المحله. مفيش حاجه تاني الا لو عايز تفكر بره الصندوق شويه تلعب بالعشر زي ما قلنا. عابدين ما اعتقدش هياخد فرصه دلوقتي، و لازم بقى احنا ايه يعني ايه نخاف شويه على لعبتنا، ولازم نعمل حساب النقطه دي. طبعا احنا هنتكلم، غيرنا هنتكلم، غيرنا هيتكلم. كل ده ممكن بسبب صوتنا يوصل لاي حد من الجهاز الفني او اي حد من الاداره، تمام؟ فكده اتكلمنا عن كل حاجه في الفيديو بالتفصيل، قلنا مين المصاب حاليا وايه نوعيه الاصابات وايه الحل البديل لقياده الجبهه الدفاعيه قصاد غزل المحله. في نهايه الفيديو بنشكر كل واحد اتفرج علينا. ما تنساش تعمل لنا لايك على الفيديو وكومنت جميل كده ونرد عليك، وقول لنا مين انسب اتنين شايفهم يشاركوا قدام غزل المحله باذن الله. النادي الاهلي باذن الله هيفضل فوق الجميع، واستنوا مننا فيديوهات كتير الفتره الجايه. النادي الاهلي فوق الجميع رقم واحد يا انت هو يا لا رقم واحد. السلام عليكم. السلام عليكم.